والله في عدة أسباب. أولا، المدة كانت قصيرة جدا، يعني 6 أشهر. طريق مثل طريق عمبارة تأسيسي، يعني قليل المدة، قليل جدا. وباعتبار بلشنا بطريق تأسيسي من حفريات وردم وبقايا وحجر مكسر. خاصة بند البقايا ما كان عندنا جاهزة، كنا نطلع من النهر هذا اللي عندنا. تأخرنا فيه. بعدين في عندنا الآليات كمان، هذا لازم معنا فيه. كان يتعطلوا باستمرار. وهاي العوامل. إن شاء الله خلال الفترة القصيرة بيكون أنهينا من أعمال الحفر والردم والبقايا والحجر المكسر. ردميات 100% خلصناه، ردميات 100% خلصناه، بقايا 99% خلصناه، حجر مكسر كمان 99% خلصناه خلال أسبوع أو كتر 10 أيام يكون خلصنا. بقى عنا الجسر الصغير بالنقطة 4800. في عنا أجنحة الجسر خلال 10 أيام إن شاء الله بيكون خالص. أعد لأعمال التسفيد خلال الشهر القادم، وإذا تحسن الطقس إن شاء الله نقوم بأعمال التسفيد. والله مو محددة، هو ضمن أعمال العقد، يعني ضمن أعمال العقد، بس حسب ما واضح إنه خلال شهر إن شاء الله نخلص. بس تحسنوا وأكملنا استعداداتنا لعملية التسفيد، راح نبلش به خلال شهر، لازم يخلص.